السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله. الله. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا بيتكلم عن طريقة تنظيف الفراخ البلدي، وطريقة عمل شوربة فراخ بلدي ممتازة، وطريقة الفراخ البلدي المتحمرة. يعني الفيديو يعتبر 3 طرق مع بعض: ازاي تنضفي الفراخ، ازاي تعملي منها شوربة حلوة وممتازة، ازاي تعملي الفراخ البلدي المتحمرة. طريقة ممتازة وسهلة. في الاول خالص طبعا هنبدا نسمي الله، ونبدا كده نجيب الفراخ بتاعتنا، فرخه او 2 زي ما تحبي وزي ما متوفر عندك. هتبداي كده تنضفيها من اي ريش من بره الفرخه. تمام. الميه بتاعتك تبقى مفتوحه خفيفه، قافلاها براحتك يعني. تمام. وبعد كده تبداي تشيلي الريش منها، وتبداي بقى الفراخ علشان تاخدي منها شوربه حلوه، سواء فراخ بلدي او فراخ بيضه. تمام. يبقى نبدأ كده نسمي الله ونشوف. الأول خالص هتبدأي بقى في قلب الفرخة من جوه. لو طبعا الفراخ البلدي مش بنفتحها، فهبدأ كده هنضف الزور بتاعها. بما ان النهاردة مش هحشيها، فانا هفتح الزور. بالنسبة لك انتي لو عايزة تحشيها يبقى الزور ما يتفتحش، تدخلي صباعك كده وتقلبي الزور وتنضفيه من اي حاجة جواه، لان الفرخة ساعات بتبقى واكلة مثلا ذرة، واكلة حاجة فيها رملة، فيها حاجة كده، فيها حاجة كده. لازم تتنضف علشان ما يدخلش جوه الحشو وايه، يبقى مش ظريف خالص بالنسبة لك. فهنبدأ كده. انا بما اني مش هحشيها لان الفراخ بتاعتي كبيرة، يبقى هنعمل ايه؟ هنضف الزور، فتحته زي ما انتم شايفين، وهنضفه كده واخليه زي الفل زي ما احنا شايفين. تمام. اي حاجة كده تشوفيها زي عروق، زي جلد، زي اي حاجة، شيليها كده من فتحة الزور. تمام. برضو نفس القصة من تحت. هتبدأي بقى لو في دايما بتلاقوا اللي هي عاملة زي الكبدة كده، بتبقى في الجناب بتاعة الفراخ، هتبدأي برضو تشيليها. بالنسبة للمؤخرة بتاعة الفراخ برضو كده، هبدأ اشيلها بالسكينة زي ما هتشوفي. تمام. علشان هي دي اللي بتعمل ايه، بتعمل زفارة. هبدأ اقطعها زي ما احنا شايفين كده. تمام. وهنبدأ الفراخ بتاعتنا ناخدها بقى ونبدأ طبعا تفرغي ما بين الجلد وما بين اللحمة عند الصدر كده. تبدأي تفرغيه، يعني تعمليه زي ايه، تورقيه زي ما بيقول كده، بنورقه. تمام. وتبدأي كده ايه تفتحيه، هتلاقي زي كده زي الزفارة او زي حاجة كده شفافة، زي الزلال. هتبدأي تشيليها، هي دي بقى اللي بتديلك زفارة وبتخلي الفراخ بتاعتك زفرة كده ومش نظيفة. هنبدأ بقى، ناس بتغسلها بالطحينة وكل واحد وطريقته. انا بالنسبة لي هو الملح والدقيق. تمام. هبدأ كده اسيب عليهم المية حاجة بسيطة، وايدي شغالة برضو فين في الفراخ. تمام. حطيت ملح والدقيق بتاعي، وهبدأ ادعك الفراخ لغاية ما تنضف معاكي بقى وتبقى زي الفل. اي زلال يطلع بقى بمجرد ما بتنقعيها في الدقيق والملح. تمام. هتبدأ بقى ايه المادة الزلالية دي تطلع. هبدأ افتح زي ما قلت لكم قبل كده، نبدأ نفتح ونطلع اللي هي ايه الزفارة اللي بتكون في الفراخ. يمين شمال يمين شمال لغاية لما تبص تلاقي الفراخ بتاعتك زي الفل. اهم حاجة عند الوراك هي بتبقى موجودة الزفارة كلها ناحية الوراك، والحتة اللي انا بنضف فيها دي اللي هي عند الصدر، هي دي اللي بتبقى في الفراخ البلدي او البيضة بتبقى مليانة زفارة شوية. تمام. اهم حاجة علشان تاخدي شوربة نظيفة او تاخدي فراخ ريحتها حلوة وما فيهاش زفارة، هتعملي اللي انا بقولك عليه. الكبد برضو والقوانص تبدأي تنضفيها زي ما انت شفتوا كده. دايما لما بتاكلي في احلى وافخم المطاعم بتلاقي ريحه الفراخ فيها زفاره، لان هو مستحيل هيقف ينضف لك الفراخ بالطريقه اللي انا بقولك عليها. انما انتي ست بيت وشاطره وكل حاجه، البنات اللي لسه داخله المطبخ جديد، شوفي تنظيف الفراخ بيكون ازاي. تمام. انا اسفه جدا والله طولت عليكم في الفيديو، ولكن يعني ناس كتيره جدا بتطلب تنظيف الفراخ البلدي، وهو ده اللي انا بقولك عليه علشان تاخدي نتيجه حلوه. انما ما تنضفوهاش وتعمليها بالطريقه اللي انا بقولك وتقولي فيها ريحه زفاره، لا. الفراخ لازم تتغسل غسله ممتازه زي ما هتشوفي. تمام. اهو كل ما بغسل كل ما بلاقي برضو حاجات ممكن تكون مع المية بدأت تطلع حاجة كده حاجة كده. حاجة انت نسيتيها المرة دي تفتكريها المرة الجاية. فايه الفراخ بتاعتك لازم يعني المية بتاعتها زي ما انت شايفة كده بقت شفافة، يعني ما فيهاش اي دم ولا فيها اي حاجة. دي اخر شطفة هشطفها. تمام. وبعد كده نبدأ مع بعض نشوف ان شاء الله هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا. يلا بقى نشوف كده. نجيب بصلاية وهنجيب طماطماية. تمام. بشرتهم مع بعض كده في الكبة، ونزلت عليهم ببصل بودرة ورشة توم بودرة. تمام. وبابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود. تمام.
حابه تضيفي اي حاجه تاني زياده مفيش مشكله. انا هنا دي كانت 7 بهارات، يبقى بهارات فراخ و7 بهارات، بصل بودره، توم بودره، بابريكا. تمام. ولو عندك خلطه مشاوي او حاجه ضيفي برضو معلقه، هتفرق جدا في الطعم وبتبقى حلو. تمام. لو عندك خلطة فراخ اللي هي الخلطات الجاهزة دي، وهبدأ أدعكم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ نتبل الفراخ، هبدأ أتبل قلبها من جوه. تمام. وملح طبعا أساسي، يعني حطي ملح. تمام. هبدأ أتبل الفراخ وهبدأ كده أخد تحت الجلد وأدعك. شايفين؟ ممكن تاخدي سكينة كده تغزي الصدر لو جامد يعني، وتبدأي تدخلي فيه ايه، تدخلي فيه خلطة البصل والطماطم. بتفرق جدا يا جماعة وبتدي طعم حلو جدا. تمام. بعد كده هنبدأ نكتف الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بتدخلي رجل بتدخليها في الفتحة، والحمام نفس القصة بيتحشي بنفس الطريقة. وبعد كده الرجل التانية هنا حلة على النار تسخن. بمجرد ما بتسخن بحط فيها معلقة سمنة بلدي، وهبدأ أشوح الفراخ بتاعتي. الطريقة دي ناس كتيرة بتقولي دي بتلزق في الحلة، علشان انتي ما سخنتيش الحلة. الحلة لازم تسخن تسخينة حلوة، ونبدأ ننزل بالفراخ بتاعت بحتة السمنة والفراخ بتاعتنا. عندك ميه مغليه ضيفي، مش عندك ميه مغليه مفيش مشكله. تمام. باقي بقى الخلطه بتاعت اللي انا تبلت بيها الفراخ بنزلها، بنزل بقى بورق لوري، حبهان، حبه فلفل اسود. تمام. عندك كرفس، الكرفس هينقلها في حته تانية. عايزه تحطي مستكه ضيفي مستكه، انا ما كانش عندي مستكه فما ضفتش. تمام. ادي الشوربه بتاعه الفراخ، وادي الفراخ. احلى شوربه فراخ بلدي، واحلى شوربه فراخ بيضه. انا عايزه اقولك ان الفراخ البيضه انا بعشقها جدا. اعمل وراها الملوخيه. يعني الفراخ البيضه من كتر ما انا بنضفها بتكون افضل واحسن مليون مره من الفراخ البلدي. تمام. طيب نيجي بقى نحط هنا طاسه على النار، ونحط فيها سمنه على زيت، سمنه على زيت. ونبدا بقى نحمر الفراخ بتاعتنا. تحطيها وتغطيها، يعني لما تغطي الفراخ هتحسي ان هي تحمر بسرعة معاكي كده. وتبدأ اللهم صل على النبي كده تقلبي بقى وتستمتعي بالفراخ بتاعتك. بصي اللون والجمال يعني عايزة اقولك الفراخ دي بجد بتبقى عظمة، يعني سواء فراخ بيضة او بلدي. عايزة اقولك الفراخ البيضة ان شاء الله نعملها مع بعض برضو، انا بعملها بتكون تحفة جدا يعني. يعني يا رب كده الفيديو ما يكونش تقيل عليكم، بالله عليكم والنبي ما تزعلوا مني. بس انا بجد والله الفيديو ده عاملاه للبنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد، علشان يعملوا طبق شوربة حلو كده. احنا داخلين على برد وموسم برد، وناس كتيرة ما بتحبش تطبخ. في ناس كتيرة مثلا جوزها يجيب لها فرخة يقول لها اعمليها لي عشان عندي برد ولا بتاع، تبص تلاقيها عاملاها بالزفارة بتاعتها. فنصيحة مني اتفرجي على الفيديو وما تزهقيش و... ويا رب كده يعجبك الفيديو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.